عسلامة الناس الكل، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير، وإن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة ونعاد علينا الناس الكل بالخير والسعادة والصحة الدايمة يا رب. كما تشوفوا اليوم أنا باش نعمل معاكم مصلي بالعلوش بطريقة بالطبيعة كالعادة سهلة ومبسطة وعلى طريقتي الخاصة، ويجي بنين بنين على الآخر. بالطبيعة ما ياخوش برشا وقت لأني باش نطيبه برشا في الفور، باش نطيبه على الغاز قبل ومن بعد نحطه على الفور. تبعوني للآخر باش نوريكم طريقة التحضير. أول حاجة باش نوريكم المكونات اللي تبلت بها. عندي فلفل أكحل، كركم وفلفل احمر وكليل وزعتر وملح، من كل حاجه مغرفه صغيره. ولهنا خذيت طريفات اللحم من الكتف من اللوطه وقصيتهم على 4 وحطيت التتبيله نتاعو وضفت عليها شويه زيت، ويا حبذا يكون زيت زيتونه يبنن العلوش بالطبيعه برشا. كما تشوفوا لهنا نحاول نتبلها بالباهي، ندخل الكلفحات هذيك الكل في اللحم، وماذا بيكم تبلوه بقبل بشوي، قبل بساعه بزوز زاده ساعه ولا ساعتين اللحمه تجيب نينه على الاخر. من بعد كما تشوفوا تبلته وباش نغطيه بابي سلوفان ونحطه على جنب بشوي في الفريجيدير لين نحضر البطاطا ونحضر لها التتبيله متاعها. ولهنا كما تشوفوا جبت كعبات بطاطا قصيتهم رونديلات هكا بالطول، ولا تنجموا تقصوا كل كعبة على 4. قصيتهم وتبلتهم بنفس التتبيلة بريس. كما نحيت الكليل والزعتر حطيت فلفل كركم فلفل أحمر تابل، وحطيت زادة ملح. قلبتها بالباهي وباش نقليها في زيت من اللول. تنجموا كما قلت لكم تقصوها على 4 ولا تعملوها رونديلات بالطول، كل واحد كيفاش يحب يعملها. كما تشوفوا لهنا جبت الزيت متاعي سخنته وحطيت فيه البطاطا قليتها بالباهي، ومن بعد باش نحضر اللحم متاعي. لهنا كما تشوفوا اللي ما يحبش هكا البطاطا مثلا تتكسر منه هو كان يقلب المقلب بالطريقه ذي، ومن بعد تالي يقلبها كل كعبه وحدها. بالنسبه لي انا لهنا انا حبيت نطيبها بالباهي لان انا مش حابه نحطه برشا في الفور، جيست باش نحطها في الفور البطاطا ولا سواء اللحم المصلي باش نعمله جيست باش ياخذ لك الوجه هذاك بتاع المصلي ويتحمر لي تحميره بسيطه. اما انا بريسك طيبتها البطاطا كما تشوفوا لهنا خرجتها، يعني بريسك طيبتها. وحتى اللحم يعني ما باش نحاول اننا لماكسيموم نطيبه، يعني ندخله هي والبطاطا واللحم ندخلهم ان شاء الله طيبين للفور ياخذوا جيست تحميره خفيفه. كما تشوفوا لهنا نحيتك الزيت هذاك وحطيت زيت نظيف، ولهنا عندي بصله كبيره قطعتها دي كوب وحطيت عليها بطبيعة ترانشات اللحم، وحاولت ان انا نقليهم شوية معاك البصلة ذاك، لانك انت كيف تقلبها كل البصلة ذاك بطبيعة باش يتكرمل، لان انا حاجتي بيه من بعد في الصوص يبنن لي على الاخر الصوص. كما تشوفوا اللحم بالتتبيله كي تتبل بالطريقه ذي الصوص نتاعو راه يجيب نينه على الاخر، يعني على عكس كي تحط اللحم وتبدا تضيف عليه التوابل. لهنا كما تشوفوا نحاول نقلبها من الجوانب الكل، تتقلى معاك شويه الزيت والبصل. بالنسبه لهنا للزيت ما تكثروش لانه معروف اللحم العلوش يبدا فيه يعني دهون برشا، فهو باش يسيب الزيت بتاعه بطبيعته. فانا حطيت شويه زيت اكاهو وضفت عليها البصله وحطيتهم هكا يتقلوا مع بعضهم، وبعد ضفت حكايه لتر غربع من الماء وخليتها تطيب على نار متوسطه لين طاب معايا. انا بالنسبه لي انا ما نخليش الماء برشا فيه، يعني كي يبدا يعني انا نحسه طاب كيك الماء ذاك ينقص، يعني تبقى لي كان البصل طيب من اللوطه مع شويه صوص خفيفه. لهني جبت البايركس متاعي حطيت في الصفه الاولانيه حطيت بصل، خذيت روس بصل وقصيتهم رونديلات بالطريقه هذه وحطيتهم من اللوطه، ومن بعد زاده باش نضيف عليها زيت اون بليس شويه بطاطا، ومن بعد باش نضيف اللحم بتاعي بالطبيعه يكون طاب كما قلت لكم. انا حابه ان انا نطيب كله هكا من الاول ومن بعد ندخله للفرن، يعني ما ياخذش مني برشا وقت في الفور.
كما تشوفوا حطيت بصل، ومن بعد حطيت بطاطا، ومن بعد نضيف قطع اللحم متاعي. وهنا كما تشوفوا الصوص راهي صوص متاعي، يعني ما عملتهاش فيها برشا ماء، عملتها يعني هكا صوص يعني عاقده شوي. ضفت بقيه البطاطا، ومن بعد بالطبيعه المسلي لازم نحطوا فيه طماطم. خذيت كعبتين طماطم بالطبيعة، كل كعبة باش نقصها على 4 ونحطها كما تشوفوا بالطريقة ذي على وجه المصلي. هي بطبيعتها ما تاخوش برشا وقت، الطماطم يعني تطيب فيسع فيسع في الفور. بالطبيعة حطيت جرينات فلفل، حطيت هكاكا زادة 4 قرون. ومن بعد تالي ضفت الصوص متاعي، صوص تحسها هكا بالبصل، يعني صوص عاقدة وبنينة على الاخر. وبالطبيعة باك الفحات اللي انا حطيتها في اللحم وندخلها الفرن. انا ما غطيتهاش لا ببابي بويسون ولا بابي الومنيوم، ديريكت حطيتها كيكه جيست انها هي تحمرت وتجمرت بالطريقه هذه. خذت حكايه 20 دقيقه. وكما تشوفوا بالطبيعه على درجه حراره عاليه، انا حطيتها على درجه حراره 200. ومن بعد تالي كما تشوفوا حطيت لها على وجهها المعدنوس، وبسم الله ما شاء الله يعني طايبه وبنينه وريحه ما نحكي لكمش. طيبه في حقها، جربوها بنفس الطريقه، ما تاخوش برشا منكم وقت وتطيب فيسع فيسع وبالطبيعه تجي بنينه. ما تنسوش اللي شوفني اول مره واللي يشوف فيديوهاتي ما ينساش يعمل لي لايك والاشتراك، وان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله. وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمه، وربي يحيينا لمثاله. في امان الله.